موسم اللوز الأخضر. اليوم إن شاء الله راح أعمل معكم سلطة اللوز الأخضر بمكونات سهلة وبسيطة. يا رب تستمتعوا وانتم بتحضروا هالفيديو. نقول بسم الله ونتوكل على الله ونبلش. حضيف الجرجير، عندي أوراق من الجرجير، عندي فلفل رومي حبة، عندي حبتين من الخيار، وعندي البصل حبة صغيرة من البصل، وفيكم تستغنوا عنها للناس اللي ما بتحب البصل، ولكن بعطي طعم كتير طيب. وحضيف اللوز أنا عندي قطعته شرائح بالشكل اللي أمامكم. للدريسنج راح أضيف عصير ليمونة، عندي ملعقة كبيرة من السماق وربع ملعقة من الملح، وطبعا الكمية قد ما بدكم بتضافوا. وراح أضيف عليها زيت الزيتون، ما يقارب ملعقتين كبار من زيت الزيتون. نحرك مكونات الدريسنج. وبضيفهم فوق هالسلطة وفوق هالألوان الرائعة جدا. شايفين ما شاء الله، ولا أبسط ولا أروع من هيك. جربوها وإن شاء الله بتستمتعوا بأطيب طعم لسلطة اللوز، وإحنا بحاجة للتغيير، فإن شاء الله إنها تعجبكم وتكون على ذوقكم. في صحن التقديم راح أحط السلطة عندي بالشكل اللي أمامكم، أوزعها كثير منيح. طبعا بدكم تحركوها قبل ما تسكبوها لحتى تتجانس المكونات وتختلط مع بعض البعض. زينتها بشرائح من الليمون ورشة من السماق على الوجه. وهيك بقدر أقولكم استمتعوا بأطيب طعم لسلطة اللوز بموسمها. أنا الوصفة تكون عجبتكم وتكون على ذوقكم. بشوفكم بوصفة جديدة وبفيديو جديد. يلا سلام.